بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي واخواتي، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض. اول حاجه دوس اشتراك في القناه، تاني حاجه اعملي لايك. هنعمل مع بعض، طبعا الجو حر فهنعمل مع بعض طريقه عمل مكرونه سباكيتي خفيفه، هي اللي هناكل غيرها النهارده، يعني هي دي اللي هناكلها النهارده، مش هعمل جنبها اي حاجه، هي جميله وخفيفه وحاجه بسيطه بقى، خلاص زهقت. فدي الميه بتاعت المكرونه حطيتها تغلي، هنحط عليها ملح وهنحط عليها حبة زيت. وده الطماطم اللي هي انا بسلقها الطماطم، وهنحط عليها توم وبصلاية، بصلاية وسط وتوم، وهنولعها تغلي مع بعض. هنولع على الطماطم ديت اللي حطينا عليها البصل والطماطم، البصل والتوم. انا كنت سلقاها قبل كده لاني كنت جايبة طماطم ولقيتها طرية شوية، فقلت بدل ما تبوظ اسلقها فسلقتها. فالنهارده هستعملها، وحطيت الطماطم وحطيت البصل وحطيت التوم، ونحطه يغلي غلوه كده مع بعض بحيث يستوي البصل والتوم فيها. لما سلقنا الطماطم حطينا عليها البصل والتوم، هنضربها لما تبرد. لو عندك خلاط لما تبرد اضربيها في الخلاط، عندك هاند بلندر اضربيها بالهاند بلندر وهي سخنه. هنضربها نفس الحله اللي انا سلقت فيها خالص. بعد ما ضربناها بالهاند بلندر او بعد ما تبرد تحطيها في الخلاط، عشان ما تضربهاش وهي سخنه في الخلاط يبوظ، لازم تكون بردت خالص وتضربيها في الخلاط. هنصفيها، انا جبت مصفى هصفيها لان انا مش عايزه تصفيها ما تصفاش، انا بطبيعتي بحب اصفي الطماطم بتاعه المكرونه، بتبقى اجمل. فاتبعي بس الخطوات ديت وهتبقى تاكلي مكرونه حلوه قوي. من اجمل الحلل اللي تستعمليها الاستانلس او الالومنيوم، لا تقولي لي جرانيت ولا تقولي سيراميك ولا تقولي حاجه تاني، ده لا يعلى عليهم بجد. بنصح اي بنت اي حد بيشتري حاجه يشتري الحلل الالومنيوم او الاستانلس. هنحط المكرونه بعد ما الميه غلت، حطيها وهي هتسقط، حطيها سليمه كده وهي هتسقط، تسقط ونقلبها. انا حطيت في ميه المكرونه ملح وزيت بس فقط لا غير، ملح وزيت. هي هتسقط دلوقتي، بص اهي نزلت اهي. كملي بقى على نزولها، تتسلق 3/4 سوا، مش قوي، لان انا ما بحبش المكرونه عجين، انا بحبها احس ان انا باكل مكرونه 3/4 سوا. ودايما كتري الملح في ميه السلق، زي ما بيقولك بالبلدي كده، على رأي امي رحمه الله عليها، تقولك بيحيق المكرونه او بيطعم المكرونه. نسلقها ونصفيها 3/4 سوا. حطينا معلقه سمنه، مش عايزه تحطي سمنه ما تحطيش، حطي زيت. انا هحط معلقه سمنه وحوالي معلقتين زيت، ده الزيت عباد. ليه؟ بيخلي المكرونه تبقى يعني مفلفله. ونحط عليها طماطم، نحط هتسمعي صوت كده تقدح، وتروح حاطه الطماطم بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما في كل حاجه سمي عليها. نحط بقى الملح بتاعنا والفلفل الاسمر وحبه بابريكا. عايزه تحطي شطه، انا هحط حبه شطه عشان ولادي كبار، عندك اطفال ما تحطيش شطه، انا هحط شطه لان انا ولادي كبار. هحط حبه شطه وملح وفلفل اسمر فقط لا غير. وجربي المكرونه دي وصح، هتقولي لي في الكومنتات ايه رايك فيها، هتعجبك جدا. اولا خفيفه وبسيطه، وهتعمليها في اي وقت هتبقى حلوه، وقت عشاء، وقت غدا، جوعتي، اي حاجه كده هتلاقيها جنبك اعمليها. نحط الحاجات بتاعتنا، ادي الملح، نحط حبه فلفل اسمر، نقلبها مع بعض. نحط الشطه بتاعتنا تتسبك ونحط عليها المكرونه، تتسبك ونحط عليها المكرونه بتاعتنا.
اللي عايز اقولها لك على الحلل الاستانلس، لما تكوني مولعه عليها تهدي النار عشان ما تتحرقش. لاي حاجه بتعمليها فيها تكون النار هاديه. معايا هنحط المكرونه بتاعتنا ونغرفها. كده هي اتسبكت. نحط المكرونه، نحط المكرونه نقلب. لو حسيتي ان الصلصه بتاعتك مش حمرا، حطي عليها معلقه صلصه من البرطمان. نقلب، ندخل المقدار كله في بعض. بقولك لو حسيتي ان الصلصه بتاعتك حسيتيها مش حمرا، حطي معلقه صلصه من برطمان. نقلب ونغرف. احلى مكرونه على راي حفيدتي. واو واو يا نناه. بس هي مش عندي النهارده عشان كده انا حطيت شطه. وكلي بقى ايه وقولي ايه. تسلم ايدك يا ام ادم في احلى الاكلات. ارجو الاشتراك وتعملوا لي شير، وشكرا لكم على المتابعه.